هم فد يوم صارت وياه وقلت انه انا راح اشد حيلي واروح اقرا. جبت كتبك وملازمك ودفاترك وحضرت مكانك والطاقه فول. ويا الوقت طاقتك بدات تنزل ونفسيتك بدات تقل وعفت القرايه. ليش هذا الشيء صار وياك وشنو حله؟ شوف، عقلنا دائما يميل للراحه. يعني انا اجي هسه اخيرك بين شغلتين. اول شغله انطيك الموبايل واقول لك روح تلهي بيه. الشغله الثانيه انطيك الفصل الاول من الاحياء واقول لك روح اقرا. المن تختار؟ اكيد راح تختار الموبايل. فيمتى ما حسيت نفسك تريد تبدا تقرا، روح ابدي قبل بدون ما تتاخر، لان هاي الثواني اللي انت تتردد وتتاخر بها عن قراءتك هي اللي راح تدمرك. تقول لنفسك 5 دقائق واروح اقرا، بس اروح اشرب مي وارجع اقرا، اروح اكمل هاي الشغله وارجع اقرا. فعقلك يبدي يطلع حجج واشياء تعيقك عن دراستك، لان مثل ما قلت لك عقلنا يميل انه يكون مرتاح، لان الدراسه شيء ما نحبه. المن يروح للموبايل، للمسلسلات، لهاي الاشياء اللي ترفه العقل ويعوف القراءه. خلينا ناخذ مثال بالحياه بشكل سريع. شنو الفرق بين الشخص السمين والشخص المعضل؟ الشخص السمين هو شخص ضعيف قدام الاكل، ما يقدر يقاوم نفسه لان عقله يظل يفكر بالاكل، على عكس الشخص المعضل تلقاه دائما مسيطر على رغبات عقله، فتلقاه قاطع الحلويات، السكريات، هاي الاشياء اللي الشخص السمين صعب انه يقطعها. فلو طبقنا هذا المثال على الدراسه فراح تشوف انه الطالب السكاك اللي هو المعضل بالمثال ذاك مبتعد عن الموبايل، المسلسلات، الاشياء اللي تلهيه مثل بدراسه. الشخص اللي درجاته ضعيفه هو الشخص اللي يميل للراحه، الشخص اللي يميل للمسلسلات، الافلام وهاي الهوسه اللي تلهي عن دراسته، فدرجاته تصير ضعيفه. فهسه المطلوب منك تسوي جدول دراسي، دائما ابدا بالمواضيع السهله والبسيطه، لان هاي الاشياء هي اللي تسوي لك واسع حتى تكمل المواضيع الصعبه. حسيت نفسك كلش تعبان بالقرايه او في الدراسه تولي روح شوي ارتاح، بعدين ارجع ادرس. لقيت موضوع صعب عليك شوف على مدرس اليوتيوب، ما قدرت تفهمه اجل هذا الموضوع لحد ما تكون نفسيتك زينه. بالاخير كل التوفيق ان شاء الله، لا تنسون تحملون هذا التطبيق الدراسه افضل. اشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني.